كيف كرد فعل آني مرحلي، لكن التاريخ يقول لنا أن علاقة الجزائريين بالريف علاقة تاريخية. أولا كان الأمير عبد المالك ابن الأمير عبد القادر الجزائري كان مع الثوار في الريف، وتبنت جمعية العلماء المسلمين قضية الريف، يعني في 1925 مش في 2025 كما راهم دابا بالمغرب. احنا ما عندناش بالفعل، انا اهل مبادئ واهل مواقف، ولا نساوم في قضايا الانسان والانسانيه. اذا في 1925 كانت جمعية العلماء من خلال جريدة الموقد تتكلم دوما على قضية الريف، ونشرت الرسالة التي وجهها عبد الكريم الخطابي إلى رئيس الأمة الفرنسي في ذاك الوقت، وحديثه إلى جريدة تايمز في ذلك الوقت. باش اليوم هذه الأولى باش نعرف اللي هذه مش قضية تشنج ولا قضية، لا، قضية عقيدة ومواقف للتاريخ. ثانيا يقول الوزير السابق المجاهد وزير الداخلية السابق المغربي بالقابلية، اسمعوني مليح، بالقابلية في محاضرة في مركز الدراسات التاريخية منذ 3 سنوات، يقول ما يلي وهو شاهد على ذلك. يقول ما يلي: الثورة الجزائرية الحاضنة الحقيقية لها هو الريف. يقول الحاضنة الحقيقية للثورة الجزائرية هم أهل الريف، مددا وعتادا وتدريبا ومرور الأسلحة. إذن عندما نقول نتكلم الآن مع إخواننا في الريف، أي مش مساندة أو مش تضامن أو مش تعاطف، راه واجب مع إخواننا في الريف. هذه مساندة ولا تعاطف ولا ضرب زمني سياساوي ولا لتحريك السياسة، هذه مواقفنا وهذه مبادئنا، لا نقايض عن المبادئ ولا نشري ولا نبيع في المواقف. علمتنا ثورتنا المباركة ثورة التحرير، وعلمتنا المقاومة الشعبية طوال 130 سنة. قضية الحرية لا تتعلق بجيل واحد، تتعلق بالأجيال، تتعلق بأجيال، كل جيل له دوره وبصماته في العملية. فنقول دوما وأبدا الجزائر الشامخة بمبادئها وبمواقفها تبقى مع حقوق الإنسان، حب من حب وكره من كره. والسلام عليكم.